عقبالك انت كمان يا ممدوح. لسه بدري عليا يا ماما. اياك فاكر نفسك صغير؟ انا اصغر من اخويا شوقي ب5 سنين. ما تبصش لاخوك وتتقلد منه، لو كان عليه كان فضل لحد النهارده من غير جواز. كان هيبقى في منتهى السعادة والفرح لما تكون عروسته جنبه. وهنروح بعيد ليه؟ اقربها امبارح كان قاعد زي القمر منور عروسته. كان قاعد بيقول يا حيطة داريني. ليه يا اخويا؟ هو اخوك في حاجة تتعيب؟ ده 1000 من تتمناه. هو انت مش عارفة طبعه؟ في ايه يا اخويا؟ الشر بره وبعيد، لا بيسهر زي الشبان المتلوف امالهم ولا ليه كيف واخد وقته كله لنفسه، قاعد زي ابو الهول صامت، وفين وفين لما ربنا يفتح عليه بكلمة. يا اخويا بكرة عروسته تدردحه وتخليه يتكلم شيء وشويات. بكرة المية تكدب الغطاس. يا شوقي، يا شوقي. الله، هو راح فين؟ يا شوقي، ده انا من ساعة ما فتحت عينيا من النوم ما تخيلتش بيه. يا شوقي. الله، يمكن يكون قاعد في الصالون. يا اختي ملوش اثر. يكون خد بعضه ونزل، بس هينزل على الصبح يروح فين؟ يا شوقي، شوقي. اما بص عليه كده في البلكونه. الله، انت قاعد هنا لوحدك يا شوقي؟ ايوه. ولوحدك برضه؟ في حد برضه يعمل كده؟ تسيبني انادي وهاتي عليك وادور عليك في الشقه يمين وشمال لما صوتي اتنبح؟ ايه ده انا بحسبك نزلت. وحنزل ليه؟ تنزل لحد من اصحابك ولا قرايبك ولا معارفك، يمكن يكونوا وحشوك ومش قادر على بعدهم. انا ماليش اصحاب. امال قافل على نفسك باب البلكونه ليه وقاعد لوحدك كده؟ امال هقعد فين؟ تقعد معايا. الله، تسليني، تكلمني واكلمك، نتسير شويه مع بعض يا اخي، ناخد حس بعض. عندي كلمه حلوه اقولها لك، اقول لك يا حبيبي ترد عليا وتقول لي عايزه حاجه يا حبيبتي. طيب. طب قوم ادخل جوه. حاضر. مش عايز تفطر؟ نفطر. تفطر ايه اللي تجيبيه يا نهد؟ شوف بقى يا سيدي، في جبنه بيضه وجبنه رومي ومربى وعسل ابيض وعسل اسود وبسطرمه وكمان ايه مدمسه فول، انما ايه طالع زي العجميه. خلاص حضري الفطار يا نهد. الله الله الله، ده انت صابح نفسك ايه مفتوحه قوي، هتاكل كل ده يا حبيبي؟ جبنه رومي وجبنه بيضه وبسطرمه وبيض وعسل والمدمس ناهد كفايه سندوتش. ايه سندوتش؟ هو انت بتاكل في مطعم يا اخويا؟ ده انت في بيتك، يعني تحط الاكل على السفره وتاكل براحتك. هو احنا مستربعين على ايه؟ الوقت قدامنا براح، محدش واقف على دماغنا بيعد علينا اللقم، ولا ورانا مشوار رايحين له. كل الموال ده عشان الفطار؟ ما انت مش عايز تريحني. اعملي اللي انت عايزاه. لا، كل الا الاكل، كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. يا الطاف الله. ايه ده؟ بتتأفف مني ليه يا شوقي؟ بقى ده جزاتي؟ ده انا عامله بوصيه مامتك وشارياها. خدي بالك من شوقي. حاضر يا نينا، اوعي تسيبيه من غير اكل يا حبيبتي. حاضر يا نينا، انتي مالكيش الا شوقي. تيجي بقى نينا وتشوف شوقي وتسمع شوقي. هتسمع ايه؟ هو انا اتكلمت؟ ما انت صاين لسانك جوه بقك، ولا بتتكلم ولا بتتحدث، كأن الكلام هيندفع عليه فلوس. هقول ايه بس؟ تريحني وتقوم تفطر يا اخي. حاضر حاضر هقوم. الله، رايح فين؟ هقعد على السفرة. طب مش تيجي معايا في المطبخ نتكلم ونحضر الفطار سوا عشان اقولك على المفاجأة؟ مفاجأة على الصبح؟ لا، بعد الظهر. هيحصل ايه؟ شوشو وميمي جايين يباركولنا. شوشو وميمي؟ صحباتي. جايين يسهروا معانا ويقدموا لي هدية جوازنا. اتفضلوا. وانت بقى اتفضل معايا على المطبخ نحضر الفطار سوا، واحكي لك عنهم حكايات ايه هتموتك من الضحك. الله، بقى ده يصحي يا ناهد؟ سيبيها على راحتها،
مش عروسة. مش تيجي تقعد معانا ولا نقعد بوزنا كده في بوز بعض؟ يمكن بتحضر لنا حاجة تقدمها لنا. دي حتى لو كانت بتطبخ هيكون الطبيخ شاط. ايه عقلك في بطنك؟ لا بالي مشغول بيها، انا هنده عليها. يا شوشو ما يصحش، جوزها هيقول علينا ايه؟ انا هنده عليها هي مش هو. يا ناهد يا ناهد. ايوه يا شوشو جايه ثانيه واحده. دي مش ثانيه يا حبيبتي، الوقت بيجري وعايزين نقعد معاكي شويه. حاضر حاضر. يلا بقى يا شوقي اعمل لك همه بقى وكمل لبس. انا مش عارف هقعد اعمل ايه معاكم. ترحب بالضيوف يا اخي. رحبي بيهم انتي. وانت انا هقعد في البلكونه شويه. هتقعد لوحدك؟ ايوه، وانتوا تقعدوا مع بعض. ما احنا طول عمرنا مع بعض. خلاص، ايه لازمتي انا؟ ايه لانهم جايين يباركوا لنا احنا الاتنين. ارجوك كمل لبسك وبعدين ابقى حصلني. احنا قايمين بقى يا ناهد. طول عمرك هزارك بايخ. الظاهر جوزك دمه خفيف قوي. يا سلام اشمعنى؟ واخد وقتك كله ومش هين عليه سيبك تقعدي معانا. انت جاية تباركي ولا تنقي؟ ربنا يهنيني انا كمان باللي يسعدني. بكره اشوف فيك يوم يسمع من بقك ربنا. هو انت ما تستوريش ابدا في مكان؟ وطي صوتك لجوزها يسمع. لا خدي راحتك على الاخر. الظاهر بدلعك قوي 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 يا شوشو. صدقتي كلامي يا ميمي؟ هو انت قلتي حاجة؟ لحقتي نسيتي؟ ده انا اول ما شفته يوم كاتب الكتاب قلتلك عريس ناهد يجنن. انت بتقولي فيها هو فعلا يجنن. وباين عليه كمان تقيل قوي كمان. امال مش عايز يجي يسلم علينا ليه؟ الراجل عنده ذوق وسايبنا ناخد حريتنا مع بعض شوية. طب عن اذنكم بقى دقيقه واحده. وبعدين يا ناهد بقى انت هتفضلي رايحه جايه كده خيلانه؟ لا اصل يعني كان قصدي هجيب لكم حاجه ساقعه بدل ما تشنعي عليا. ربنا يكفيني شر لسانك. الله، طقم الصالون ده ذوق عالي قوي. ناهد طول عمرها تختار الحاجة الرقيقة. يمكن تكون خدت رأي جوزها في تصميمه. شوشو اقعدي. رايحة فين؟ رايحه اتفرج على التابلو الجميل ده. شوقي الله هو راح فين؟ لازم قاعد زي عوايده في البلكونه. ايه اللي مقعدك هنا دلوقتي؟ امال هقعد فين؟ يا سلام تتكرم وتقعد مع الضيوف يا اخي. تعالى على نفسك الدقيقتين دول. حاضر هحصلك. لا اتفضل قدامي. ده انا من بكره هجيب بنا يقفلها بالاسمنت المسلح. الله، شفتي يا ميمي؟ اما طابلو لكن جميل قوي. شوقي جوزي. اهلا وسهلا. اهلا. في الحقيقه يا جماعه انا طلبت منه يشغل نفسه عننا ويسيبنا ناخد راحتنا مع بعض شويه، والا كان جاي يعني سبقني في الترحيب بيكم. الف مبروك يا استاذ شوقي. متشكر. شوقي اجتماعي جدا وما بيصدق حد من القرايب او الحبايب يعني يزورنا ويبقى ماسك فيه قوي قوي ومش عايزه ينزل من عندنا ابدا. لا يا استاذ شوقي احنا وقتنا ما يسمحش. وكمان الزيارات ليكوا دلوقتي تكون بحساب، يعني يا دوبك الواحد ما يسخنش مطرحه. طب يا جماعه الحق بقى انا اجيب حاجه ساقعه لحسن بعدين تاكلوا وشي. احنا هناكل شوكولاته من البونبونيره اللي قدامنا دي، وكمان عشان اشوف بختي. وشوفي لي بختي انا كمان. طب مدي ايدك وخدي واحده. الله بتضحكي على ايه؟ على بختي. شوفي يا ستي، نقود تصلك اليوم. امتى بقى؟ ده احنا بقينا اخر النهار. طب ده معقول؟ شوفونا بقى بختي بيقول ايه؟ الزم بيتك، اليوم ليس لك. امال يوم مين؟ ده ما كانش يومك يا شوشو. والاستاذ شوقي مش هيشوف بخته؟ لا ما هو شاف خلاص يا حبيبتي بخته بعروسه حلوه. قصدي بخت الشوكولاته. خد واحده وافتحها يا شوقي. لا اعفيني انا يا ناهد. اخص عليك، يعني لازم اتحايل عليك يا حبيبي. اهم يا ستي، اتفضلي. دول 4 يا استاذ شوقي. تختار واحده منهم عن اذنكم. الظاهر الاستاذ شوقي ملوش كيف شويه. لا 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 ابدا. هي ازاي؟ شوقي مرح قوي ودايما ضحكته ماليه وشه. جوزي يا جماعه بقى وانا عارفاه. بس اصل يعني امبارح طول النهار كان ماسك جنبه. الظاهر خد شويه برد. يا عيني. مش قادر يفرد طوله يا حرام. لا طب ما يروح لدكتور. دكتور ايه؟ انا بقى هفضل وراه بعلاج ستي وستك. اصل نصايحهم بتفيد في الحالات اللي زي دي. يا اختي جوزك وانت ادرى باللي ينفعه ويشفيه. قومي بينا يا شوشو. قدامي يا ميمي. يلا يا حبيبتي.
اتفضل اقعد يا استاذ شوقي. في ايه يا فندم؟ طب اقعد الاول. حاضر. سوسن زميلتكو هتخرج امتى من المستشفى؟ سوسن؟ الله، انت ما رحت زرتها يا استاذ شوقي؟ ما زمايلي راحوا. كده برضو تنسى الواجب؟ لكن انا انت كمان تعرف في الاصول وحق الزمالة. طبعا يا فندم. عظيم. يبقى زمايلك لهم حق انهم يختاروك بالنيابة عنهم. في ايه يا فندم؟ ما تتخضش، دي حاجة بسيطة. اعرف بس الموضوع. شوف يا سيدي، هتاخد من كل زميل 10 جنيه. ايه؟ مندهش ليه؟ ده احنا لسه في اول الشهر. غرضي يعني ان كل ما واحد. ما تخافش، محدش هيحرجك، الكل موافق وهيساهم. وانا اللي هلف عليهم واحد واحد؟ الله، انت هتلف عليهم في بيوتهم؟ فاهم. ما دام فاهم يا استاذ شوقي، اتفضل بقى علشان تلحق الموظفين قبل ما ينزلوا، وتروح لزميلتنا المستشفى تديها المبلغ وتقول لها كلمتين كويسين يرفعوا من روحها المعنوية. بقى ده فصل يعملوه فيا زمايلي؟ ايه يا استاذ شوقي، عايز تضيف حاجة عن اللي قلناه؟ 10 جنيه بتاعتي اهي يا فندم. طيب خليها ضمن المبلغ اللي هتلمه. انا بعتذر. غريبة. ارجوك يا فندم اقبل اعتذاري. خلاص اتفضل ابعت لي الاستاذ عبد الستار.